يا مساء الفل، يا مساء السعادة على أحلى صحاب وأحلى أخوات في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وأحسن حال دايما يا رب. وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى معانا فيديو جديد النهاردة. فالنهاردة طبعا احنا هنعمل صينية كيكة حلوة كده، ونحب نزينها بشوية حاجات بسيطة. هي كنت عاملاها في فيديو قبل كده يعني ومجهزاها، فهي موجودة عندي في التلاجة. فطبعا قبل كده ما نبدا الفيديو نحب نسمي الله ونصلي على الرسول زي ما احنا متعودين. ولو انت اول مره تتفرج على قناتي، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك لاختك سومه حبيبه قلبك حبايب قلب. يلا بينا نبدا الفيديو. نحب نسمي الله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا اول حاجه، معايا هنا كوبايه سكر كبيره، ماشي. دي فانيليا خام بجيبها من عند العطار. ده كيك شيف، وده كيس فروت بالبرتقال. ومعايا 3 بيضات هنا، ومعايا كوبايه سمنه على زيت، نصها سمنه ونصها زيت. ومعايا هنا نص كيلو دقيق لسه هنخله في الطبق ده حالا قدامكم. فطبعا انا هنخل الدقيق الاول علشان بس ابني ما يوقعوش وكده. فانا هشيل الدقيق ده، هنخله هنا حالا بالمنخل بتاعنا السلك القمر ده طبعا. هنخله وارجع لكم. لازم الدقيق نخل كويس جدا، علشان بيبقى فيه مثلا شعرايه، في رملايه، في اي حاجه مش حلوه فتبوظ معانا الكيكه. فطبعا لازم ننخل الدقيق كويس خالص كده زي ما حضراتكم شايفين كده، زي ما انا بنخله كده. اخلص بقيه الكميه يا حبايبي وارجع لكم. دلوقتي حبايبي نخلت الدقيق اهوت تمام. ده نص كيلو طبعا. هنيجي بقى نجيب البوله اللي هنضرب فيها المكونات الكيكه. اول حاجه حطيت هنا كوبايه السمنه، كوبايه الزيت والسمنه، نصها سمنه ونصها زيت يعني. فحطيتها هنا هضربها الاول بالمضرب، اهم حاجه بالمضرب، وتضربها كويس جدا. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده، انا ضربت دلوقتي السمنه والزيت مع بعض كويس جدا تمام. هنزل بقى بالبيض اهو حبايبي، نزلت بالثلاث بيضات اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هضربهم بقى كويس جدا وارجع لكم برضو. اه حبايبي دلوقتي ضربت البيضه اهوت، ضربته كويس جدا. شفتوا دلوقتي الفقاقيع اللي طالعه ديت كده، تعرفي ان الكيكه هتطلع معاكي ناجحه تمام. هننزل دلوقتي بقى بالسكر تدريجي كده، واحده واحده، والسكر ده على حسب الرغبه برضو. دلوقتي ضربت السكر برضو اهو حبايب قلبي، دوبت السكرات بس ما دوبش قوي برضو علشان الخليط تقيل شويه. فعايزين نخففه بقى، نعمل الكيس الفروت في الكوبايه كده وعليه شويه ميه، وننزل بيهم على الخليط على طول. دوبت دلوقتي كوبايه البرتقال اهي، هنزل بقى على الخليط على طول عشان السكر يدوب معانا بسهوله. السكر دلوقتي داب معانا اهوت بعد ما حطيت كوبايه البرتقال على الخليط حبايبي. هنزل بقى بالدقيق تدريجي كده، واحده واحده، وبعدين ارجع لكم. دلوقتي حبايبي نزلت بالدقيق، بس ما نزلتش بيه كله بصراحه. هو القوام بتاعها دلوقتي اهوت زي ما حضراتكم شايفين كده تمام. لسه هنزل بقى بالكيك شيف والفانيليا، بس اتبقى معايا شويه الدقيق دول، يعني حوالي هي 4 معالق من الكبار كده او 5 معالق من الكبار دول اللي اتبقوا معايا. ما حطش يعني النص كيلو كله، النص كيلو كله. هنزل دلوقتي بقى هنا بالكيك شيف، وهنزل بشويه الفانيليا. نزلت بالفانيليا ونزلت بالكيك شيف، هخلطهم بقى كويس جدا وبعدين ارجع لكم. واخيرا حبايبي دلوقتي انا خلصتها. وعشان تعرفي ان الكيكه هتطلع معاكي ناجحه، لازم الخليط يطلع معاكي فقاقيع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. طول ما هي مطلعه فقاقيع كده بتعرفي ان الكيكه كده ناجحه معاكي ان شاء الله، ومية مية. والقوام بتاعها اهو حبايبي عشان تبقوا شايفينه برضو، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، يبقى مظبوط كده يعني كريمي كده. دلوقتي هنيجي بقى على الصينيه بتاعتنا. ادي الصينيه بتاعتنا اهيت، انا جايبه الصينيه الكبيره دي اكبر صينيه عندي بصراحه. هدهن بس الزيت ده بالفرشه. دلوقتي دهنت الصينيه اهوت زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل بقى برشه دقيق صغيره اهي حبايب قلبي كده. هنزل كمان حبه صغننين. ليه بنحط رشه الدقيق ديت وندهن الصينيه زيت؟ عشان الكيكه ما تلزقش مننا تمام. هلف بقى الدقيق ده في الصينيه كلها وارجع لكم. دهنت الصينيه كلها بالدقيق اهوت حبايب قلبي. هنزل بقى بالخليط
دلوقتي نزلت بالخليط اهو حبايبي، زي ما حضراتكم شايفين كده، برضو لسه الفقاعات ديت طالعه ازاي. هضرب بقى الصينيه ديت خبطتين 3 كده على الرخامه وارجع لكم. بصوا حبايب قلبي، دلوقتي بعد ما خبطت الصينيه خبطتين 3 كده حلوين كده على الرخامه. ليه بقى بنخبطها كده على الخبطتين 3 دول؟ بنخبطهم ليه؟ عشان لو فيها اي هوا ولا حاجه بيطلع، وتطلع معانا ناجحه وسليمه ومية مية. شايفين الفقاعات ديت كده؟ تعرفي ان الكيك هتطلع معاكي سليمه ومية مية وناجحه وهتبقى ان شاء الله باذن الله جميله. فدلوقتي انا هولع الفرن. الفرن قصدي انا سايباه يسخن. هو دلوقتي الفرن سخن. ههد عليها من نار من تحت خالص، ما اولعش من فوق. اهد من تحت خالص. يعني ايه، تقعد بالظبط ساعة بالظبط، ساعة بالظبط. بس ما تفتحيش ولا تبص عليها غير بعدها بساعة، عشان لو تنيتك تفتحي وتقفلي عليها هتهبط معاكي ومش هتطلع معاكي ناجحه. فلازم تسيبيها ساعه بالظبط في قلب الفرن، وبعدين تجيبي خله سنان او سكينه رفيعه عندك وتجسيها في النص كده. لقيتها طالعه بعجين، تعرفي ان هي لسه ايه، عايزه كمان يجي 5 دقايق او 10 دقايق في الفرن كده. ولو عملتي جستها بالسكينه وما طلعتش عجين، تعرفي ان هي كده استوت معاكي ومية مية. تقومي طافيه من تحت وتقوم مولعه من فوق على طول. فدلوقتي انا هحطها في الفرن، واول ما اطلعها من الفرن هنقدمها مع بعض باذن الله. ادي صينيه الكيكه يا حبايب قلبي بعد ما طلعتها من الفرن. بصوا، شفتوا ما شاء الله جميله، عليت وبقت جميله جدا ما شاء الله. فدلوقتي انا هسيبها بقى تبرد، وبعدين هفتحها من النص، وبعدين نرجع نزينها تزيين ايه بسيط كده علشان خاطر الاولاد بس. وارجع لكم تاني حبايبي. هزين بيها الكيكه. تمام. الكريمه دي انا كنت عاملاها معاكم في فيديو قبل كده، كريمه وسمكها ما شاء الله جميل جدا. ماشي، واوريكم بقى الكراميل اللي هزين بيه. ده الكراميل اللي انا هزين بيه برضو على الوش حبايب قلبي. فانا طبعا انا قسمت الكيكه دلوقتي نصين، هسيبها تبرد شويه وبعدين ازينها وبعدين ارجع لكم. واخيرا حبايبي بعد ما زودتها تزويق بسيط كده بس عشان الاولاد حابينها، فديت المكونات اللي كانت عندي بصراحه، حاجات التزيين اللي كانت عندي. فده اللي كان متوفر عندي، يعني ان انا ازوقها بيها حاجات بسيطه كده عشان الاولاد بس يحبوها وكده وياكلوها، وما بردوش ياكلوها ساده، بيحبوا عليها يبقى عليها كريمه وحاجات من دي. فيلا بينا كده نسمي الله وندوقها مع بعضنا كده. بصوا حبايبي، هي غرقانه كريمه، انا مغرقاها كريمه بصراحه عشان هما بيحبوها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها جميلة. بصي الكريمة عاملة ازاي من جوه، مليانة كريمة من جوه، مغرقاها كريمة والله العظيم، مغرقاها كريمة. والكراميل ده تحفة. مم. فبصي شكلها اصلا تحفة وتفتح النفس من لوحدها والله. واتمنى ان انت تجربيها، ولو عجبتك اكتبي لي في الكومنت وان شاء الله هتعجبك. انا واثقه ان هي هتعجبك جدا باذن الله. ولو حابين ان انا ازوق معاكم اي تورتايه تانية وكده، تشوفوني ان انا بزوق اي تورتايه تانية، يا ريت تسيبوا لي كومنت وانا هطلع باذن الله وبظبط في تورتايه تانية باذن الله قدامكم معاكم. بس انا عملتها سريع سريع كده عشان العيال بس واقفين جنبي والله وعمالين بيلحسوا في قلب الكريمه، فمش قادرين يستنوا. فيا رب كده يكون الفيديو النهارده عجبكم حبايب قلبي. ولو عجبك يا ريت تكتبي لي كومنت وتقولي ان انت جربتي الطريقه ديت، وتقولي طلعت معاكي حلوه ولا لا. وانا واثقه باذن الله ان هي هتعجبك. فالنهارده يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو حبايب قلبي، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. في رعايه الله حبايب قلبي. باي باي.